ايه العناصر الغذائية اللي المفروض تدخلها في نظامك الغذائي في رمضان؟ ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. قبل ما نبدأ صلي على النبي، متنساش تعمل لايك وفولو واكسبلور عشان غيرك يستفيد والفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس وتحفزني ان انا انزل لك فيديوهات اكتر. ولو عندك اي سؤال سواء تغذية او تمرين تقدر تسيبها لي في كومنت وهرد عليك. في اخر الفيديو هسيب لك نظام غذائي 3000 سعر حراري للناس اللي بتعمل بول. النظام ده شباب انا عامله من اكل متوفر عند كل الناس بأقل الامكانيات، اقل الامكانيات كمان. تقدر تمشي على النظام ده في رمضان وتطبقه وباذن الله هيوصلك لهدفك على اخر شهر رمضان. اعمل بقى سيف للفيديو عشان ممكن ترجع له في اي وقت لو هتطبق النظام ده. خليك عارف ان انت لازم تدخل في وجباتك نوع كارب معقد، وده لان جسمك بيمتصه في وقت ابطا، وبالتالي نسبه الانسولين بترفع وبتنزل بشكل تدريجي بعد ما بتخلص العمليه دي. الكارب المعقد ده زي الشوفان او البطاطس او البطاطا او الرز، ولما الانسولين بينزل بشكل تدريجي زي ما قلت لك قبل كده مش هتحس بهبوط او ارهاق او دوخه زي ما هيحصل لو الانسولين رفع ونزل بسرعه لما بتدخل الكارب البسيط. خلي وجبه السحور بتاعتك فيها بروتين كازين. بروتين الكازين ده اللي هو موجود في الجبنه عموما، اي نوع جبنه، وده لان جسمك بيمتصه خلال 8 ساعات، وده اللي هيساعد جسمك ان هو يمده بالبروتين حتى وقت الصيام. خلي كمان وجبه السحور او وجباتك على مدار اليوم عموما فيها نسبه الياف عاليه، وبالذات كمان في السحور لان نسبه الالياف العاليه دي هتديك احساس بالشبع لفتره اطول، وده اللي هيساعدك في وقت الصيام. كمان لازم تكون عارف ان انت لازم ترفع نسبه البروتين في نظامك الغذائي عشان تقدر تحافظ على نسبه المصل اللي انت بتعملها لو انت بتعمل كاتنج، وما تخسرش عضلات وانت بتخسر دهون. واللي هيظهر قدامكم دلوقتي يا شباب نظام غذائي 3000 سعر حراري، بالظبط 3023 سعر حراري، ظهر فيه الوجبات وظهر فيه الماكروز بتاعت كل وجبه. والدايت ده لو كان هدفك التضخيم فهو هيكون حلو جدا ومناسب جدا وهيساعدك ان انت توصل لهدف باذن الله خلال اخر شهر رمضان. استنى بقى الفيديوهات الجايه عن نصائح رمضان وعن الادفانس تكنيك هتفيدك كتير. اعمل لايك وفولو واكسبلور واستنى الفيديوهات الجايه.